ايه معنى دنيتنا وغاية حياتنا إذا بعنا فطرتنا البريئة الرقيقة؟ وإزاي نبص لروحنا جوه مرايتنا إذا احنا عشنا هربانين من الحقيقة؟ جمال الكوبليه ده بالنسبة لي في طرح السؤال نفسه. احنا معظم الوقت كلنا مسروقين من الأسئلة الكبيرة، الأسئلة المهمة. ما بنلحقش نقف في الحياة علشان نسأل الأسئلة دي. بننشغل بتفاصيل اليوم بيوم، الشغل، أكل العيش، المتعة الاستهلاكية. بننشغل بمبارح وبكرة، وبننسى في كل ده نبص على نفسنا بصة حقيقية، بصة نشوف بيها فطرتنا البريئة الرقيقة دي راحت فين، كنا ازاي وبقينا ازاي. عشان كده السؤال الأول ده اللي هو سؤال المعنى عامل زي شاكوش بيضرب الواحد فوق دماغه، وبيفتح باب للسؤال عن فلسفة الأخلاق بشكل عام مقابل النفعية المطلقة. النقاء الأول في مقابل التكيف القاسي مع العالم، عباس الضوء مقابل سلامة فراويل. سؤال بيرجعك لفكرة وجودك كإنسان، لأن لو المعاني والقيم المثالية اللي احنا صدقناها واحنا صغيرين فقدناها تماما، ايه اللي هيبقى مهم بعد كده؟ وده الحقيقة معنى أخلاقي وروحاني وديني في غاية الأهمية.